يجب إعادة كتابة التاريخ، لأن دابا التاريخ احنا منين تناخذوه من مصادر. هذيك المصادر تكتب في واحد السياق معين في دولة معينة. المؤرخ عندما يكتب هو يريد إرضاء الحاكم في تلك الدولة، كيف ما شفنا مع ابن القاضي وكيف ما شفنا مع صاحب الترجمانة مع الزياني ومع غيرهم. لذلك حنايا إلا ما خدمناش بعقلية المؤرخ المدقق المحترف النبيه الحذقي، اش تنديروا؟ نبدأ في تكرار ما أورده المؤرخون دون نقد وتمحيص. هنا نقع في الخطأ عندما نكرر ما قاله المؤرخون ونعتبره حقيقة، آنذاك فإننا نعيد إنتاج ما أنتج فعلا وهو ليس حقيقة. لذلك احنا خصو يكون عندنا مؤرخين اللي يكونوا محترفين فعلا، تكون الخدمة ديالو هي التاريخ ماشي شي حاجة واحدة أخرى، خدمته طول يومه وطول حياته تعرف التاريخ. لأن التاريخ الإخوان راه تخصص، راه ماشي اللعب، ماشي تجي تدمق به، لا، راه ما يمكنش تكون تدير شي خدمه وتدير معها التاريخ. ما تكونش تكون محدث وتدير الطب وتدير الفيزياء وتدير التاريخ، ما يمكنش. التاريخ خصنا مؤرخين محترفين، الخدمه ديالو الحرفه نتاعو والتخصص نتاعو طول حياته هو التاريخ، باش يبدا يعرف لينا كل مؤرخ فوقاش تزاد، فوقاش مات، فوقاش كتب، اش كتب، لمن كتب، شنو اللي حركو حتى يكتب. عاد نبداو نقراو القراءات على ضوء السياق، وعاد ممكن اننا نكتبوا واحد التاريخ نتاعنا اللي لحد الان مازال ما تكتبش، وحنا دابا تنحاولوا ما امكن اننا نغيروا من هذا الواقع اللي كاين باش نوجهوا الناس بعض الامور، واخا تلقاو معارضه من مجموعه الناس اللي تيسبونا مشكورين وهذا، ولكن كيف ما قلت لكم حتى الناس اللي تيسبونا وتنتقدونا انا تنشكرهم وتنشجعهم انهم يبقاو ينتقدوا باستمرار، لان هذا سيفيدني كثيرا باش انني نعرف فعلا ما تمثلات نتاع هاد الناس هادو بخصوص التاريخ نتاع المغرب.